ناس كتير بتدخل عالم البرمجة تايهة، تسمع فرونت اند، باك اند، داتابيز، فول ستاك، ومش فاهمة يعني ايه ولا الفرق بينهم، والنتيجة تشتت وتضييع وقت كبير. في الحلقة دي هتفهم التقسيمة الأساسية لأي موقع أو تطبيق في الدنيا، وبعدها هتبقى شايف المجال بصورة واضحة جدا. الفرق بين فرونت اند وباك اند وداتابيز وفول ستاك. أهلا بيكم في الحلقة الثانية من سلسلة الفرق بين لغات البرمجة. النهاردة هنتكلم عن أهم تقسيمة في عالم البرمجة: فرونت اند، باك اند، داتابيز، فول ستاك. ولو فهمت التلاتة دول بلس الفول ستاك هتبقى فاهم 70% من المجال. المثال: تخيل موقع زي انستجرام، بتشوف صور، تعمل لايك، تكتب كومنت. مين بيعرض؟ مين بيخزن؟ مين بيعالج؟ الإجابة في الأربع مصطلحات دول. فرونت اند: كل حاجة بتشوفها قدامك على الشاشة، الأزرار، التصميم، الحركة. لغاته HTML، CSS، JavaScript. مسؤوليته الشكل وتجربة المستخدم. باك اند: الجزء اللي ورا الكواليس، يسجل اللايك، يخزن الكومنت، يجيب البوستات. لغاته بايثون، PHP، جافا، C#، Node.js. مسؤوليته المعالجة والمنطق. داتابيز: المخزن، بيانات المستخدمين، الصور، الكومنتات. لغتها SQL. السيناريو: لايك يحصل فرونت اند لباك اند لداتابيز لباك اند لفرونت اند في أجزاء من الثانية. يعني إيه فول ستاك؟ فول ستاك ده الشخص اللي فاهم وبيشتغل في التلاتة، فرونت اند بلس باك اند بلس داتابيز، يعني يقدر يعمل الموقع أو التطبيق من الألف للياء لوحده. مثال: شخص يقدر يصمم الموقع، يبرمج السيرفر، يعمل قاعدة البيانات. ده اسمه فول ستاك ديفلوبر. مش معناه إنه عبقري، معناه إنه فاهم السيستم كامل وبيعرف يربطهم ببعض. غلطة المبتدئين: ناس تقول أنا هبدأ فول ستاك من أول يوم. لأ، ابدأ بحاجة واحدة، فرونت اند أو باك اند، وبعد ما تتمكن تتوسع للجزء التاني. اختار إيه؟ تحب التصميم والشكل؟ فرونت اند. تحب المنطق والحسابات؟ باك اند. اتعلمت الاتنين بقيت فول ستاك. الخلاصة: أي تطبيق في العالم equal فرونت اند بلس باك اند بلس داتابيز، واللي فاهم التلاتة اسمه فول ستاك. دلوقتي انت مش بس عرفت المصطلحات، انت فهمت السيستم كله ماشي ازاي، ومن اللحظة دي أي موقع أو تطبيق تشوفه هتعرف تفهم وراه بيحصل ايه. في الحلقة الجاية بقى هنحل لخبطة تانية كبيرة جدا: الفرق بين لغة البرمجة وفريم ورك. قول لي، نفسك تبقى فرونت اند ولا باك اند ولا فول ستاك؟